يقول سماحة المرجع دام ظله الشريف إن اتباع كل جهة إذا ساهموا في تسقيط غيرهم فالنتيجة واحدة هو سقوط الجميع وبقاء الأمة بلا راع ولا قائد ولا مصلح يقود هذا المجتمع نحو الهداية والصلاح. وعليهم هؤلاء هذه القواعد التي تنتمي إلى مراجع لامعة وأسماء وعناوين براقة، عليهم أن يراجعوا تاريخ مذهب أهل البيت عليهم السلام ليجدوا أن المرجعية على اختلاف توجهاتها كانت عبر التاريخ الحصن الحصين الذي حرس المذهب. هذا منهاج إلى ألف وهذا منهاج إلى باء، وكلاهما متقاطعين في الحال. في الواقع الخارجي واحد ما عنده عمل ويا الآخر، لكنهم يشتركون في نقطة واحدة تجتمع عليه، وهو ضرب المرجعية وتسقيطها وتشويه صورتها وإلغاء دورها في المعنى. هنا يقول سماحة المرجع اليعقوبي دام ظله الشريف في هذا الصدد في خطاب المرحلة: مؤامرة خبيثة، القدح في العلماء ومحاولة تشويه صورتهم. تسقيط العلماء إضعاف للدين في قلوب الناس. إن هذه المكانة الرفيعة والعالية للعلماء الأعلام في نفوس الناس لم ترق لأعداء الإسلام، فراحوا يكيلون لهم التهم ويحاولون القدح فيهم وتشويه صورتهم لتحقيق أغراضهم الخبيثة. وهذه أخواني انتكاسة خطيرة في حالة الأمة أن يقع شبابها ومؤمنيها فريسة هذه المؤامرة التي دبرها أعداء الإسلام وأعداء مذهب أهل البيت عليهم السلام. التجأ هؤلاء الأعداء، أعداء الإسلام، أعداء أهل البيت عليهم السلام، إلى خطة أخبث تنطلي على السذج والجهلة والعاطفيين، وذلك بقتل العلماء والقادة معنويا. نعم، وكم من العلماء والمصلحين من مذهبنا الشريف قد تم القدح بهم ولصق الأباطيل بسمعتهم دون أدنى شرف من الخصومة. وهذا الأمر كان ولا يزال معمولا به، سيستمر وكأنه سنة تكوينية.